الجمعة 10 يونيو 1988 صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يستقبل برئاسة الجمهورية الجزائرية من طرف فخامة الرئيس السيد شادلي بن جديد. وقد كان جلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولا رشيد قبل أن يلتحق العاهل الكريم والرئيس الجزائري بمقر إقامة فخامة السيد شادلي بن جديد بضواحي العاصمة الجزائرية. وقد التحق بالعاهل الكريم وفخامة الرئيس الجزائري خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. وقد جرت محادثات بين العاهل العظيمين والرئيس الجزائري قبل أن يلتحق بهم فخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد زين العابدين بن علي والعقيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية العربية الليبية. وقد أقام الرئيس الجزائري السيد شادلي بن جديد مأدبة غداء على شرف إخوانه قادة المغرب العربي وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. بعد ذلك انعقدت القمة المغاربية، وهي أول قمة تنعقد بين قادة دول المغرب العربي منذ استقلال دول المنطقة. وقد اعتبرتها الصحافة بأنها قمة تاريخية من حيث إنها شكلت لبنة أخرى في بناء صرح المغرب العربي الكبير الذي تتوق إليه شعوب المنطقة، حيث أقرت القمة المغاربية تكوين لجنة مكلفة بالبحث عن الوسائل الكفيلة بتشييد صرح المغرب العربي الكبير، والتي سينعقد اجتماعها الأول في 13 من شهر يوليوز القادم بالعاصمة الجزائرية. وتأتي هذه القمة تتويجا لثمرة الاتصالات والمشاورات التي جرت على هامش القمة العربية. صورة للأجيال القادمة، صورة تاريخية لقادة المغرب العربي في أول لقاء لهم جميعا. ومن شأن هذا اللقاء أن يحقق أماني شعوب المنطقة، كما أنه يعتبر بداية عهد جديد لتنسيق المواقف من أجل خلق سوق اقتصادية مغاربية. بالعناق يفترق قادة المغرب العربي بعد أول قمة جمعتهم على أرض الجزائر الشقيقة. هكذا إذن وبعد قمة الانتفاضة التي احتضنتها العاصمة الجزائرية على مدى 3 أيام، والتي أكد من خلالها قادة الأمة العربية مساندة ملحمة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي العربية المحتلة، شهدت العاصمة الجزائرية حدثا هاما في تاريخ شعوب المنطقة، ويعلن من الجزائر عن بداية صفحة جديدة، صفحة مشرقة من أجل بناء
مغرب عربي موحد. جلالة الملك يستعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت لجلالته التحية وتحية العلم. لقد أكد قادة المغرب العربي عزمهم على إقامة علاقات دائمة ترتكز على السلم وترتكز على حسن الجوار والإرادة الصادقة في توحيد الصفوف العربية وإضفاء المصالح المشتركة فوق كل اعتبار. إنها إذن خطوة حاسمة من أجل بناء المغرب العربي الموحد، وستظل شعوب المنطقة تتذكر هذا اللقاء الذي يعد انطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية. وقد كان في توديع جلالة الملك بميناء العاصمة الجزائرية السيد محمد شريف مساعدية مسؤول الأمانة الدائمة لحزب جبهة التحرير الوطني، والسيد الهادي الخديري وزير الداخلية،